بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم ثبات القيمة الإيجارية والطعن الذي تم على المادة 1 و2 فقرة 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 81 بعدم دستورية هذه المادتين فقرتين دولت بثبات القيمة الإيجارية، وقالت ده يعتبر اعتداء على حرية على العدالة، مفيهاش عدالة يعني، واعتداء على إهدار الملكية بضياع حق المالك، وده اللي كان حاصل صحيح. وحالت الموضوع لمجلس النواب وادته مدة معينة لتشريع وإصدار صيغة تنفيذية بتنفيذ هذا التشريع للقانون ده من 1/7 يتطبق إن شاء الله 2025. قالوا طيب الحكم ده هيشمل تاريخ أنهي عقود؟ قلنا الأول قانون طالع كله بيفسر بمزاجه، قال لك لا هيتطبق من 1 على العقود اللي هي بعد 1 بعد حكم المحكمة على طول. شوف تاريخ حكم المحكمة امتى؟ بعد سنة 81 لغاية وانت طالع لغاية 30/1/1996 يطبق عليه الزيادة. طلعوا بعد كده تعمقوا في الحكم، وناس قرت، ناس مستشارين، وده الكلام اللي احنا هنقوله. قال لك لا، قال لك العقود القديمة اللي قبل 81 مش هيطبق عليها الزيادة. العقود الإيجار الجديدة مش هيطبق كمان عليها الزيادة عشان طبقا للقانون الجديد. قال لك لا، جميع العقود مهما كانت قديمة من سنة 40 50 60 70 80 90 96 لغاية 61 هيطبق عليها القانون. الأكتر من كده كمان قال لك حكم الدستورية العليا سوف يطبق على القانون الجديد، القانون رقم 4 لسنة 96. في إيه؟ في ثبات القيمة الإيجارية للعقود. طب ليه؟ ده مجلس النواب اللي قال كده. طب هي حاجة صح، هو ما حدش تاريخ، بس احنا قلنا القانون ده بيطبق عليه قواعد القانون المدني، وده قانون بينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وده برضه بينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. فقال لك العقود اللي محررة بتاريخ قانون الإيجار الجديد اللي هي من 31/1/96 وانت طالع، وثابتة القيمة الإيجارية. شرط إيه؟ يكون في ثبات للقيمة الإيجارية، سوف يطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا. يبقى حكم المحكمة الدستورية العليا هتكلم فيها كتير. قلنا هيطبق في حالة واحدة بس، ثبات القيمة الإيجارية. يعني أنت مأجر 5 سنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة، كان بيديك الحرية المدة اللي أنت عايزها. الناس بتأجر 3 سنين، بتأجر سنة، بيأجر سنة مش هيزيد خلاص. 3 سنين ب50 جنيه، لا مش هينفع ال3 سنين ب50 جنيه. الثبات لا، لازم تكتب مثلا لو كتبت 1% يبقى أنت مش هيطبق عليك القانون. فالناس اللي كاتبة عقود إيجار جديدة بس حاطة نسبة 1% كل سنة، 5 15 على حسب ما اتفق، مش هيشملوا الزيادة. طبعا بقول للناس المستأجرة ما تقلقوش، الحتة دي هيتراعى فيها لو طبقوها زي ما قال مجلس النواب فيها إن يشملوا القانون دوت، إن هتبقى النسبة بسيطة. ليه؟ عشان أنت مأجر بسعر غالي. يديك 5% في السنة في ال3 سنين، على لازم يعني يبقى فيه نسبة زيادة كل سنة بصفة دورية. ما تقلقوش المستأجرين اللي مأجروا قانون جديد. الملاك برضو بيسألوا، والمستأجرين بيسألوا هل هيتطبق ولا لا. بقول لهم في حالة إن القيمة الإيجارية ثابتة وطبقا هو العقد يطبق عليه قواعد القانون المدني القانون القديم القانون الجديد. إذا كانت القيمة الإيجارية ثابتة سوف يشمله حكم المحكمة الدستورية العليا، كما صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. شكرا.